إذا مشاهدينا نعود نرجع إلى بلاطو برنامج صباح الشروق حتى نواصلوا معكم حلقتنا لنا اليوم. نعود وجود التحية والترحاب بكل اللي التحقوا بنا الآن. نقول لكم أنه حلقتنا فيها يعني كل المجالات، اليوم راح نمسوا كامل المجالات، والآن التحقنا إلى مجال الجمال ونبقى في مجال الجمال. التحقت بنا دنيا ملكة جمال الذهب، وكذلك محمد وهو وصيف الأول لملك جمال الذهب. مرحبا بكم. أو الله الثاني. يسلمك. الله يسلمك. مرحبا بكم. مرحبا بنا عندكم. الله يسلمك، مبروك عليكم الألقاب. الله يسلمك. ميرسي. نورتونا. يلا نحكوا على هذه المسابقة، مسابقة ملكة جمال الذهب. يلا دنيا، كنت أنت اللي تحصلتي على هذا اللقب. محمد كان هو الوصيف الثاني لملك جمال الذهب، والملك جمال الذهب كان يعني زارنا وكان ضيفنا في الحلقات الماضية. بداية معك دنيا، كيفاش كانت هذه المنافسة وكيفاش جاتك الفكرة أنك تشاركي في هذه المسابقة؟ المنافسة كانت مليحة، كنا كامل مع بعضنا، on a passé des bons moments. وبالنسبة كيفاش جاتك الفكرة أنك تشاركي في هذه أول مرة تشاركي في مسابقة للجمال؟ ثاني مرة. ثاني مرة. يعني كيفاش جاتك الفكرة أنك تشاركي في هذه المسابقة؟ شفتي كاستينغ ولا؟ وي شفت الكاستينغ، سي بوغ سا جاتني ليدي نشارك فيه، وهذا ما كان. وليك أنت محمد نفس السؤال اللي طرحناه على دنيا، كيفاش يعني كانت يعني فكرة مشاركتك في هذه المسابقة، مسابقة ملكة جمال الذهب؟ بون السلام عليكم. شفت كاستينغ في لي ريزو سوسيو، رحت شاركت وقبلوني، ومن بعد عيطونا احنا اللي قبلونا. يعني وكيفاش كانت المنافسة ويعني ومرحلة التصفيات؟ يعني كنا نشوفوا بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. كان فيها شويه خوف، مي كانت مليحه. في امبيونس مخلطه، كنت خايفه. يعني وانت دنيا كان يعني كنت حاسه انك راح تاخذي اللقب؟ با دو تو، او كونترير انا اللي كنت. كيفاش جا الاختيار عليك انت حتى يعني تكوني ملكه جمال الذهب؟ والله ما شو الشيء اللي حسيتي انه يميزك عن باقي المتسابقات اللي كانوا حاضرات في هذه المسابقه؟ شوفي، كنا اونيتي 13، كل وحده وزينها. باردون بيان سور. نعرفوا انت من ولايه سوق هرس. انا من ولايه سوق هرس، نوجه تحيه كامل. محمد من ولايه شلف. الله يبارك. الله يسلمك. جو سي با، بالك يمكن نعرفوا انه هذا النوع من المسابقات مبني بالدرجه الاولى على المستوى الثقافي، وبعد تجي شروط اخرى. يمكن هذا الشيء كان سبب من الاسباب اللي جلا تم اختيارك في الدنيا. بالك في وش هي الشروط اللي كانوا حاطينها؟ يعني شروط لا كولتور تاع التاكل ولا البيرسوناليتي تاعك. يعني وش هي نوع الاسئله اللي طرحوها عليكم؟ وش هي نوع الاسئله؟ في الفينال، الحفل النهائي. في الفينال طرحوا علينا، قالوا لنا زعما انت اللي طرحوها عليك؟ سؤال واحد جاوبنا عليه كاع، كل واحد وجهه النظر تاعو في السؤال. اوكي. قالوا لنا لو كان تدي اللقب زعما واش راح دير به؟ نفس السؤال اللي طرحوه عليك. يعني اليوم اخذت كنت وصيف ثاني. وش هو مشروعك المقبل في هذه المرحله؟ مشروعي المقبل ان شاء الله نروح نشارك دي كونكور انترناسيونال. يعني وجاتك فرصه لهذا الشيء ولا مازال؟ ان شاء الله درجه بدرجه ان شاء الله. يعني ما عندهمش بزاف، عندهم 20 جوغ جو كخوا ملي كنتم يعني انتهت هذه المسابقه. وانت دنيا؟ انا مشروعي وفي الطريق خلاص، وراني في لا ليست تاع ان كونكور انترناسيونال في البرتغال. بديتي تشهدي اقول دنيا على نفسك، ويعني وتحبي يعني تطالعي، خاصه لما تكوني ملكه جمال الجزائر، راكي تمثلي بنت وراكي سفيره للبنت الجزائريه سواء هم في الجزائر وخارجها. بيان سور. يلا نحكوا على روتينك اليومي دنيا كملكه جمال، ما بين دنيا قبل هذه المسابقه وبعدها، وش الشيء اللي اختلف؟ اختلفوا با مال دو شوز. اي هما؟ يلا باغ اكزومبل طلعوا تفضلي. بزاف. يلا نحكوا يعني كيفاش، يعني احكي لنا، خلينا نعيشوا معك، نقولوا يوم من ايام اللي جوزتوها يعني في هذه المسابقه، يعني كيفاش كان الاجواء مع هذه المسابقه خلتني نتعرف باغ بنات جدد. اللي هما يعني تكوين صداقات. فوالا. خلتني نكون
وخلاتك على يعني انكم تحتكوا مع اشخاص واحد اخرين، تتعايشوا معهم كذلك، كل واحد عنده بيئه معينه كانت فيه، كل واحد عنده له ثقافته، كل واحد وثقافته المختلفه. كل ولايه وين محمد كل تراديكسيون تاع ولايه وين فوالا تقاليد، كل واحد يتميز بتقاليده ومنطقته. يعني وانت محمد كنا عائله واحده، ما كناش اصدقاء، ما كنا كلش نديرو كيف كيف. وهدف واحد هو ما زلتوا على تواصل؟ ما زلنا على تواصل كاع دائما. ويعني وبعد هذه المسابقه يعني كانت في هناك انتقادات لكم ولا تلاقيتوا انتقادات؟ انا بالنسبه لي ما تلاقيتش بزاف انتقادات. لكم حضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. ما تلاقيتش بزاف انتقادات انا. إن شاء الله كل التوفيق في المرحلة المقبلة بعد هذه المسابقة اللي كنتوا شاركتوا فيها. فقط نذكروا أنكم شاركتوا في مسابقة ملك وملكة جمال الذهب. يلا راح ننتظركم في مسابقات إن شاء الله، وتمثلوا البنت والولد الجزائري أحسن تمثيل إن شاء الله. يلا.